في وقت يتصاعد فيه العدوان على غزة وترتكب المجازر بحق المدنيين. تكشف الصحافة البريطانية تورطا صادما، نعم أخي، والأنظار تتجه هذه المرة إلى ميناء طنجة بالمغرب. وثائق حصرية كشف عنها موقع ديكلاسيفايد البريطاني يظهر أن شركة الشحن العملاقة ميرسك تنقل مكونات طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى المغضوب عليهم، وهذا عبر سفن تمر بميناء طنجة المغربي. رحلة الشحنة تبدأ من مصنع القوات الجوية الأمريكية رقم 4 في فورت وورث، تكساس، منشأة حكومية تديرها شركة لوك هيد مارتن المقاول الرئيسي لطائرات F-35. ومن هناك تنطلق الشحنة إلى قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب فلسطين المحتلة، حيث توجد مقاتلات المغضوب عليهم والتي شاركت في قصف غزة باستخدام قنابل تزن آلاف الكيلوغرامات. وفي العام الماضي فقط استخدمت طائرة F-35 هذه القنبلة والتي تزن 1000 كيلوغرام على منطقة آمنة في المواصي، راح ضحيتها 90 شهيد. ممثل حركة شباب الفلسطيني صرح قائلا: هذه الشحنة ستستخدم لصيانة المقاتلات المغضوب عليهم لتمكنهم من العودة لقصف غزة من جديد. وبحسب الوثائق الشحنة أرسلت على متن سفينة تدعى ميرسك ديترويت، انطلقت من ميناء هيوستن في 5 أبريل، وبعد عبورها الأطلسي ترسو في ميناء طنجة المغربي. ومن هناك تنقل الشحنة إلى سفينة أخرى تدعى نيكسو ميرسك قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا. وبعد شحنها من ميناء طنجة ستكمل السفينة رحلتها عبر البحر المتوسط لتصل إلى ميناء حيفا في 1 ماي، ومن هناك تنقل إلى قاعدة نيفاتيم حيث تخطط الطائرات لضرب أهدافها في غزة. كل هذا يجري في صمت غريب، لكن لماذا يستخدم ميناء طنجة كنقطة عبور للأسلحة؟ هل أصبح المغرب طرفا غير مباشرا في دعم آلة الحرب تاع المغلوب عليهم؟ وهل يدرك الشعب المغلوب على أمره حقيقة ما يجري في بلاده وراء الستار؟ أسئلة نتركها مفتوحة، لكن الحقائق واضحة. ميناء طنجة تحول إلى محطة لوجستية لتسليح المغضوب عليهم الذي يمعن في قتل المدنيين. والسكوت اليوم هو تواطؤ، وفضح الحقائق هو أول الطرق نحو العدالة. لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو ولا تدع الحقيقة تقف عندك. تحياتي لكم والسلام عليكم.